تخيل جيش أسطوري محدش قدر يهزمه على الأرض. دمرته السما في لحظة واحدة ومحته من الوجود. سنة 1281 كوبلاي خان حفيد جنكيز خان جهز أضخم أسطول بحري عرفه التاريخ وقتها، بجيش تعداده 140 ألف مقاتل لاحتلال اليابان. الساموراي كانوا واقفين على الشط مستنيين الموت، عارفين إن عددهم وأسلحتهم مستحيل تصمد قدام طوفان المغول اللي جاي ياكلهم. وفجأة وبدون أي سابق إنذار السماء قلبت سواد، والبحر بدأ يغلي، وهبت رياح مدمرة سموها بعد كده الرياح المقدسة. الإعصار دمر الأسطول بالكامل، السفن اتكسرت فوق بعضها، والجنود اللي دوخوا العالم بقوتهم غرقوا كلهم في قاع المحيط في ساعات معدودة. تاني يوم الصبح الشط كان عبارة عن مقبرة حطام. اليابان انتصرت من غير ما ترفع سيف، والطبيعة هي اللي حسمت المعركة. الغريبة إن دي كانت المرة التانية اللي يحصل فيها نفس الإعصار لنفس الجيش وفي نفس المكان، ومن بعدها المغول ما حاولوش يقربوا لليابان تاني أبداً. تفتكر اللي حصل ده كان صدفة جوية بحتة ولا فعلاً حماية ربانية؟ قولي رأيك وتابعنا عشان الحكاية الجاية أغرب.